ولادك ما بيحبوش الخضار ومدوخينك، تعالي اقولك نعمل ايه عشان ياكلوا الخضار من غير ما يحسوا. زي ما انتوا شايفين عندي مكعبات يقطين او قرع العسلي او بامكن ايا كان بتسموه. وادي بصلاية واحدة متوسطة مقطعاها مع شوية فلفل اخضر على فلفل احمر حلو مش حامي، وفصين توم، وبنحط كله مع بعضه في الكبة الصغيرة دي، وبنحط عليه مكعبات الخضار بقى. ادي البامكن، وكمان انا جبت كيس الخضار المفرز ده، لو عندكم فريش يكون احسن. في جزر وفي بروكلي وفي كرنبيت وفي ذرة، وبيكون بصراحة في تشكيلة حلوة. بنحط كل الخضار كده مع بعض وبنبدأ بقى نفرم ناعم اهي. نفضل بقى نفرم فيها لحد ما تنعم خالص زي ما انتوا شايفين اهو. نديها لفة كمان. والتتبيلة دي او الخلطة دي تقدري تستعمليها في الصلصة بتاعة المكرونة، تحطي منها معلقة. تقدري تستعمليها في الكفتة عادي، تقدري تستعمليها مع بطاطس مسلوقة، تعمليها زي الكور كده وتقليها، او تعمليها زي البانيه بالبقسماط والدقيق والبيض. تقدري تعملي منها اي حاجة فيها حاجة مفرومة او مهروسة، بتحطي عليها المعلقة من الخضار دوت، ما بيحسوش بيها الولاد وبياكلوها، بتبقى طعمها جميل. زي ما انتوا شايفين اهي بقت ناعمة خالص. تمام، هنبدأ بقى. انا عندي هنا تقريبا نص كيلو صدور فراخ مفروم، فهنحطهم عليه. احط معلقتين اتنين، الباقي انا بشيله وافرزه عشان لو عوزت استعمله على لحمة مفرومة او على اي حاجة تانية. زي ما قلت لكم، اي حاجة على بطاطس مسلوقة وتعمليها كور وتحمريها على صلصة المكرونة، اي حاجة اهو. بحط معلقتين اتنين وتبدأي بقى تحطي البهارات بتاعتك بقى. انا بستعمل قرفة، اي حاجة فيها فراخ عندي بستعمل لها القرفة. وبحط ملح زي ما انتم شايفين، فلفل اسود، بهارات فراخ، كمون، اي بهارات عندك عايزة تضيفيها. لو عندك بهارات شاورما بتحطيها على اللحمة المفرومة. انا بستعمل بهارات الشاورما على اللحمة المفرومة. وجنزبيل بودرة برضو، بصل بودرة، فلفل بودرة، اي حاجة عندك من اللي هي بتدي طعم حلو ديت بحطها عليها. وبعدين بنبدأ بقى ان احنا نقلبها مع بعض. بس في حاجة هنا، ان المفروم بتاع الصدور ما بيكونش ماسك نفسه زي اللحمة المفرومة. فحطيت هنا برضو اهو، نسيت اقول لكم، حطيت معلقة زيت زيتون، معلقة كبيرة زيت زيتون. لو انتي هتحمريها في الزيت ممكن ما تحط لهاش زيت زيتون، ممكن تسيبيها. لكن انا عشان بشويها في الفرن او في الاير فراير بحط لها معلقة زيت زيتون كبيرة. بس زي ما انتوا شايفين ناعمة قوي ازاي وسايبة، يعني مش ماسكة نفسها. فعلشان تعالجي الموضوع دوت، لان صدور الفراخ بتبقى انعم من اللحمة المفرومة، ممكن تضيفي لها بقسماط او معلقتين دقيق. انا بضيف البقسماط اللي احنا بنعمل بيه البانيه، انا بحط لها معلقتين، او ممكن تحط لها معلقتين دقيق عشان تتقلها وتمسكها شوية. وبكمل بقى العجن زي ما هنشوف دلوقتي اهو. حطيت معلقتين البقسماط وهكمل بقى اعجن فيها لحد ما تمسك نفسها اهي، تقلت شوية في ايدي. وبعدين بقى بمسك اعملها كور. ممكن لو عندك قطاعة برضو تعمليها اشكال وتعمليها زي طريقة البانيه. انا هو عاملاها كور لاني هحطها في الفرن، او ممكن تحطيها في الاير فراير برضو، مش هتاخد تلت ساعة بالظبط. اهي بعد ما طلعت شكلها جميل والاولاد بيحبوها ومبيحسوش بطعم الخضار. وممكن بقى يغمسوا مع كاتشب مع اي صوص هما بيحبوه. والف هنا والشفا. ولو عندكم اي افكار تانية شاركوها معايا. سلام عليكم.